لكن إذا وصلت المنطقة هذه تبي تنسى كل شيء. وصلت الحمد لله جنوب أفريقيا وتحديدا كيب تاون. كيب تاون من زمان وأنا أخطط أروح أو أجي لمه، لكن ما حصلت فرصة، والآن الحمد لله تيسرت، وإن شاء الله تكون رحلة خليكم معنا. والآن متجهين للمنطقة إن شاء الله يا جماعة. المناظر بالطريقة احنا متجهين جميلة جدا، وإن شاء الله وصلت الفندق وبعطيكم الإجراءات واشتراطات لجنوب أفريقيا. الحمد لله وصلنا شقق الفندقية، ما شاء الله يا الجمال من تصميم ومن إطلالة. طبعا مدة الرحلة كانت 9 ساعات و45 دقيقة من الإمارات. طبعا الإجراءات إذا صار معك 3 تطعيمات تجيب شهادة 3 تطعيمات وتدخل على طول، إجراءات جدا سهلة. وإذا صار مع طعام 3 تجيب اللي هي فحص. طبعا هذه المنطقة تسمى الواجهة البحرية، نسبة الأمان فيها عالية. حتى يوم جينا ندخل اللي هنا الشقة الفندقية جو أخذوا صورنا وعطونا مفتاح خاص، شغل جدا جميل ما شاء الله. والإطلال يا جماعة يا جمال المنظر يا جماعة، ما شاء الله ما شاء الله. يا جمال المنظر يا جماعة، ما شاء الله ما شاء الله. يا جمال المنظر يا جماعة، ما شاء الله. هوشوا هوشوا يلا صبحهم بالخير. يلا حيهم. الآن متجهين إلى محمية الشيت. خليكم معنا مع أول تغطياتنا في كيب تاون جنوب أفريقيا. وصلنا محمية الشيت. طبعا الآن دخلنا المحمية. تقريبا كلف للشخص الواحد تقريبا 25 ريال بس على هذا. شوف هناك الشيت الحين ندخل عنده. شوف هذا واحد الحين ندخل عنده إن شاء الله إن شاء الله. اللي بندخل عندهم إن شاء الله ونصور معهم. ما شاء الله يا الزين، ما شاء الله تبارك الله. الشيتا يعتبر أسرع حيوان ما شاء الله. دخلنا عند هذا الحين ما شاء الله تبارك الله. طلعنا من اليتاو. للأمانة في سيفتي عالي، كتجي كمبتدئ أو إنك تخاف تبي تستمتع، تبي تقدر تلمس الشيتا وتصور معه، لكن تصور معه بجنبك شخص.
يعني ما تقدر تاخذ راحتك. يعني أنا ما أخذت راحتي للأمانة، ما خلونا أخذ راحتي أبدا، وسحبوا الجوال منا. طبعا يسحبون الجوال، يقول حنا نصورك، فصورتكم لقطة بسيطة. لكن شغلهم وكأشية اللي عندهم ما شاء الله تبارك الله، ومحميات جميلة. معلومات عن الشيتا. طبعا الشيتا يعتبر أسرع حيوان، لكن سرعته تراه سبحان الله مؤقت، يعني قريب، مسافة قريبة، عكس كلاب الصيد يصير يعني يركض مسافات بعيدة، لكنه مي بسرعة. الشيتا سريعة لكن مسافة قريبة، تقطع مسافة قريبة. طبعا الذكور تحب تعيش بجماعات، الأناثي لا، تحب تعيش بوحدة. سبحان الله مدة حمله تقريبا 92 يوم إلى 110، يعني تقريبا 3 شهور. وتجيب عاد 1 2 4 بعض الأحيان ونادر تجيب 9. وتحب الصيد بأول النهار أو آخر النهار، هذا وقت صيد يحب. تقول قام يوم جبت طاري الصيد، ما أبو صيد ارجع نم. يا شو. وخلصنا محمية اللي هي شيات، ومستمرين معكم، والآن متجهين إلى مزرعة التماسيح. طبعا حنا وصلنا مزرعة التماسيح. طبعا أول ما تدخل فيه مطعم وكافي أيضا، وأخذ لنا كافي على ما بال يجي وقت جولتنا. لكن شوفوا المنظر يا جماعة، رسمة سبحان الخالق. كثير أشوفهم يسألون عن الشيتا خطورته. بشكل عام الحيوانات المفترسة كلهم خطر، ولازم تكون حذر بالتعامل معهن، وعاد لهم طرق تعامل، هذا عالم ثاني. لكن الشيتا تعتبر من أقل الحيوانات خطورة، وحيوان دفاعي، يعني نادر ما يهاجم. أغلب لو تلاحظون أغلب صيده يصيد أشياء صغيرة بالحجم، يعني زي الشيت، زي الغزال الصغير، غزلان. ما يقدر على الجاموس أو البافلو، ما نادر ما قد شفنا. حتى لو تلاحظون أنه غالبا صيده ياخذونه ضباع أو ياخذ. فحيوان دفاعي، هو مو بخطر بشكل كبير. حتى وحنا بالغابات كثير ما ندخل غابات ما قد حذرونا منه، انت مو من الشيتا راح يجي، لا انت من الاسود اللي برضه الحيوانات الثانيه. فلو هجم، حتى ما قد سمعنا انه هجم على انسان. يعني لو هجم اتوقع بيهاجم على طفل، ما يقدر على انسان بالغ، لان حجمه وبنية جسمه مو بحجمه كبير مثل الاسد والنمر والحيوانات الثانيه. حتى جراءته مو بجريء للهجوم مثل باقي الحيوانات المفترسه. هذه بيضة التمساح، تجيب 60 تقريبا بيضة. تقعد البيضة عاد تحت الرمل، طبعا تدفنهن، تقعد تقريبا 65 يوم إلى 70 يوم. هذول صغار تمساح. شوفوا يا جماعة التماسيح، ما شاء الله يا الأحجام تشوفون. طبعا التمساح يصل عمره إلى 100 سنة. طبعا هذول اللي تشوفون كلنا أعمار 15 إلى 20 سنة، هذول اللي موجودات. ويصل طوله إلى 6 متر. طبعا الطول يختلف على حسب التغذية. تغذيتك زينة يصير يبدأ يكبر حجمه، ما بتغذية زينة لا عادي يثبت على حجمه. طبعا هم هنا بس سنة يغذونهم بس 4 شهور، الباقي شهور ما يغذونهم، يعني عادي يقعد بالشهور ما يأكل التمساح. وعندكم أسنونه كل 2 يبدل أسنونه. شوفوا يا جماعة التماسيح. طبعا التمساح ما يقدر يطلع لسانه، يعني لسانه من داخل، وما يقدر ينزل أكثر من 3 أمتار. يقول إذا نزل أكثر من 3 أمتار يتضايق، يعني يدخل ما عنده. سبحان الله. وين رايح؟ يعني ما عشان توضحنا أنك تنزل 3 متر ولا وشو يعني؟ تقول زعل ترى، يعني أعطي معلومات عنكم عادي، يقعد شوله خلاص معليش. إن شاء الله. تشوفون لسانه شلون طريقة لسانه، واسمع الصكة. شوف سبحان الله. زعل طبعا ذولي عددهم فوق 200 وشوي تمساح، ما شاء الله.
طبعا ما ياكلون بالبرد، إذا جاء برد خلاص يصومون عن الأكل، يحبون ياكلون بوقت دفاء. طبعا التمساح الكبير يصل وزنه طن، تخيلوا. طبعا نشوف بعض الأحيان تماسيح فتاة تنثميها زي كذا، ليش؟ عشان يدخل أشعة الشمس ويدفى داخل جسمه كامل. والمعلومية ترى جلده طبعا قوي ويعتبر من أغلى الجلود. أول ما يطلع من البيض يصير حجمه نفس هذا تقريبا، مو بحجمه كبير زي كذا، تشوفون صغير. شوفوا الكراوين اللي هنا السمقان، شوفوا شلون ايش كثرهم قاعدات. بس ترى عندنا هذا اللي بيه الطير، وشوف ذاك ما قاعد جنب التمساح. هذا تمساح غير هذاك الفك عنده يجي طويل، هذا يجي دائري مثل ما تشوفون. طبعا هذا يقدرون يربونه الناس، طبعا كلهم خطرات، لكن هذا أقل خطورة، وهذا اللي أحيانا نشوف مقاطع له يربونه الناس يتعاملوا معه. طبعا هذا أذكى من هذاك خطر نهائي. طبعا هذا إذا جاء يأكل من فوق لتحت، هذاك على الجنب زي كذا. طبعا يقول إذا تبتهج عن التمساح، إذا هجت له تهج يعني تركض عدال، راح يمين يسار كسر زي كذا، إن شاء الله إنك تسلم. بس هذا هو التمساح، هذا من أمريكا، وله مواطن ثاني بس غالبا من أمريكا. هذا هو اللي يقدرون يربونه الناس، هذا اللي نشوف له مقاطع أحيانا مع أشخاص يتعاملوا معه يقدرون يربونه. أما ذاك لا، اللي دايما نشوفه هذاك لا، ما تقدر، صعب. هذا التمساح اللي قلت لكم هذا خطر، شوفوا الفك عنده عدال. طبعا يقول لك إذا تبي تدري أن التمساح الآن بيهاجم عليك، عنده تحركة الذيل، أو يرفع راسه لفوق ويناظرك، هذه بعد، أو يطلع صوتين. إذا سمعت ذولي ولا شفت حركات ذولي اضرب هجرة، ولا أنصحك من البداية اضرب هجرة، أريح لك وزيان لك. يقول لك التمساح ضروري الماء عنده، لو ما قاعد بدون ماء شهر يعني ما قاعد يسبح يموت. للأمانة المزرعة جدا جميلة وراح تستفيد معلومات كثيرة. إنه عوافي أنتوا وياه تفاهمون مع بعض. هذا غزال الكودو، يعرفون من عمره من اللفة. يقول لك هذه لفة هذه سنة، وهذه لفة سنة، عاد تو باقي يعني عمره سنة وشوي، سنتين وشوي. طبعا هنا المكان تنزل وتسبح، طبعا يلبسونك لبس تسبح، تبدأ توكل التماسيح من داخل هنا. إذا خلصت من مزرعة التماسيح تقدر تاخذ لك جوافة عاطل قدام الملابق مجاني. خلصنا من مزرعة التماسيح والآن متجهين لمزرعة النعام، خليكم معنا. طبعا وصلنا مزرعة النعام، مكان رائع جدا، وفيه مطعم وكافي، وتقدر تطلب اللي هو لحم النعام تتغدى عليه. وأيضا المزرعة اللي رحنا لما اللي هي مزرعة التماسيح تقدر أيضا تطلب لحم تماسيح. ويا جماعة ترى المعلومات اللي نعطيكم إياهن شيء بسيط، عالم الحيوانات شيء كبير، يعني مهما قلت من معلومات لازم نقصر، فاعذرونا على التقصير يا جماعة، سواء معلومات الشيات أو معلومات التماسيح أو أيا كان. بس الله يسعدكم يا رب. هذا مخ النعامة، تخيلين حجمه يا جماعة، وهذول عيون النعامة، يقولون مدى الرؤية للنعامة تشوف إلى 3 كيلو يقال. وهذا زور اللي هو النعامة، وهذا قلب النعامة، شوف كبره. أنثى النعامة تبيض من 60 إلى 120 بيضة بالموسم. طبعا وزن البيضة تقريبا من كيلو إلى كيلو ونص، وعاد يرجن عليهن الأنثى ترجن، والذكر أيضا يرجع على البيضة اللي هو يحضنونهن. يا جماعة متخيلين النعام تاكل هالحصى هذا شونه عشان التهضيم عنده، عشان تهضم. عاد هذول عاد ما يحتاج الذرة والمركب وذولي. وأيضا شوفوا يا جماعة تاكل قشور بيضة عشان الكالسيوم تستفيد هي. يعني هذه أنثى النعام، هذه الأنثى اللون هذا الأنثى. الذكر وجهه لونه أسود. طبعا الذكر يصل ارتفاعه 200 شوي، ووزنه يصل إلى 150 كيلو تقريبا. أقول لك ضربة النعامة تفك القفص الصدري، طبعا خطرة، فشلون أتفادى أنا من ضربته؟ إذا جتك انسدح بالأرض أفضل شيء، لأن ضربته هي على فوق.
بيض النعام يتحمل وزن 120 كيلو. أنا عاد وزني تحت 100 الحمد لله. شفتوا ما شاء الله. نهبلن ذولي نهبل. هذا النعام الأفريقي وهذا النعام الاسترالي الإيمو. طبعا شوفوا تجي ثلاث أصابع. تشوفون الإيمو شوفوها 3 أصابع، والإفريقي إصبعين. شوفوا الإفريقي إصبعين، هذا 3. طبعا هذه إفريقية لكنها ألبينو. تشوفون البياض به أكثر. تشوفون هذه تعتبر طفرة جينية. ما شاء الله جميل مميز الله ما شاء الله. نبي ركضة أيوه. ما شاء الله. تعالي ما شاء الله. هذا النعام الاسترالي، هذا النعام الأفريقي. طبعا هنا الآن نجرب ركب النعام. طبعا يتحمل الذكر وزن 120 كيلو، ما عندكم مشكلة، بس الأناثي ممنوع انك تركبها، بس الذكر عادي. ما شاء الله ما شاء الله. تعالي هلا تعالي ما شاء الله. خلصنا يا رب لك الحمد برنامج اليوم، وإن شاء الله أنكم استمتعتوا، وبكرة عندنا برنامج ثاني وإن شاء الله تستمتعون أكثر. طبعا مثل ما تشوفون جنوب أفريقيا هادي بالليل، وأغلب المحلات تسكر بدري، وأغلب فعالياتهم ونشاطاتهم بالنهار.